بس زي ما انت فهمت هيلجأ لجنة الاستئناف وهياخد الرخصة عادي. عادي. ما تتكلمش، ما تسألش. اتحاد الكرة الموقر قرر فجأة، صحي من النوم قال لك في عندنا لجنة اسمها لجنة إصدار التراخيص. اللجنة دي الحقيقة ملهاش أي دور، ما كانتش بتعمل حاجة. ليه بقى؟ كانت بتعدي عادي جدا، اتحاد الكورة بياخد قرار يدي مين التراخيص ومين ما يدوش براحته بمزاجه، ما كانش حد بيراجع وراه. السنة دي لأن في ناس باصة وقاعدة وشايفة وهتراجع وراه، لأن الزمالك ممكن ياخد حق مش حقه كالعادة. كالعادة ياخد عايش على حقوق مش حقوقه كالعادة. ان الزمالك عادي جدا يعمل اللي هو عايزه، وطالما بيتزق مفيش مشكلة. راحوا قرروا امبارح تعيين رئيس للجنة دي. ليه بقى؟ هو عامر العمايرة بيقول ان ده اكيد لان في احد من الاندية هيتم رفض الرخصة بتاعته من الاتحاد، فهيلجأ لجنة الاستئناف. بس بس زي ما انت فهمت هيلجأ لجنة الاستئناف وهياخد الرخصة عادي. عادي. ما تتكلمش، ما تسألش. عادي هياخد الرخصة عادي، سدد ما سددش هياخد الرخصة عادي. صدقني هياخد الرخصة عادي.